السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى طول بخير. معاكم مايوش من قناه مايوش. ايه على طول في كل فيديوهاتي بكتب الاسم على الشاشه. النهارده فيديو جديد عن القناع الاسود اللي هو بيشيل الرؤوس السوداء. وانا جبت منه 2. كنت برضو جايباه في مشترياتي برضو في شهر 11 و12. هحط لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف. كنت جايبه ده اللي هو بالخيار من ضف، ما اظنش ان هو من ضف، تمام، لان ده اكيد اسم تجاري هم مستخدمينه. وفي اللي هو بالليمون. الاتنين مرسومين عليهم. اول حاجه هقول لكم الاسعار. ده كنت شاريه ب18، ده كنت شاريه ب25. تمام. اول حاجه اللي بالليمون مرسوم عليه ان البنوته حاطه قناع اسود، فانا اشتريته على اساس ان هو كده. مكتوب هنا نفس المكتوب هنا، يعني هو بالحبه السوداء وتركيبه ماسك جديده محتويه على فيتامين اي وحاجات كتيره كده. تمام، بس الاتنين واحد. بس في بنوته جابت القناع دوت ولقيته من جوه اسود، لكن انا لما جبته وفتحته لقيته من جوه، هوريهولكوا، جولد. شايفين؟ ذهبي مش اسود. لكن ده لما جبته، على فكره ده متوفر على فكره في كل مكان، بشوفه كتير قوي، لكن ده لونه اسود. تمام، اهو اسود. هقول لكم التجربه بتاعتي الشخصيه معاهم ايه. اول حاجه ده اللي هو الذهبي، ده بيفتح تفتيح مؤقت، يعني تفتيح بيدوم ساعتين 3 بالكتير قوي، يعني ممكن يكون ملوش لازمه اصلا. هو ذهبي، وانا هوريكم دلوقتي على ايدي، هو ذهبي. ليه قشره كده ذهبي، هو ذهبي جدا، عامل زي لون الذهب. تمام. لكن ده اسود جدا وبيشيل رؤوسه السوداء فظيع فظيع بجد. يعني انتي ممكن ده تجيبيه تجربيه. هو على فكره بيبقى متلزق من تحت، انتي افتحيه وشوفيه ان هو متلزق ولا لا. تمام. بيبقى ليه غطا كده، والغطا بيبقى محكم. ده 12 جدا ب30 وب35، وفي كمان جروبات ساعتها بتبيعه ب40. لكن انا ده جبته من 18. وفي كمان يعني هما ايا كان ميدن ايه، مش لاقيه دلوقتي ميدن ايه، هما كده كده اكيد مستخدمين الاسم التجاري بتاع ضف. تمام. في كمان منه للتقشير، وفي لتنقية البشرة، وفي حاجات كتير قوي مستخدمينها. وما اظنش ان ده يعني حاجة جذابة قوي. هو ممكن الاسود هو الحلو، لكن ده لا، ما تجيبهوش، مش حلو. وفي كمان حاجات تانية بس انا مش هجربها، لان انا بحاول اخلص ده، وبعد كده ممكن اجيب ده تاني. تمام. يلا بينا بقى نشوف ان التجربة بتاعتي. هحطلكوا على ايدي دلوقتي وهوريهولكوا يعني بيتشال ازاي وبينشف حوالي 5 دقايق. يعني هو بيطول شويه، الاسود بيطول شويه، لكن الذهبي دقيقتين 3 بالكتير قوي. يلا بينا نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجه هستخدم الذهبي. تكوني برضو اكيد منضفه وشك كويس جدا، بس انا مش عارفه ليه في اول لما بيطلع فيه معاه لون شفاف. ثواني اقفله عشان هو سايل جدا وبينزل بسرعه. الذهبي بتاعه كده مش باين كده، باين. ممكن تتقلي اكتر، بس هو عشان فيه لون شفاف معاه مش بيبان اللون. مش عارفه ده يعني انا كنت حاطاه في الدرج عادي. اه، لونه مش بقولكوا لونه ذهبي قوي. شايفين الدرجه؟ ذهبي ذهبي يعني. فبينشف في 5 دقايق زي ما قلتلكوا. ودلوقتي هجرب الاسود. اللون الاسود. برضه لازم يتقفل لان هو سائل جدا. الاسود ده بتكوني منضفه الانف كويس جدا، وفي منها كمان بيحطوها على الوش كله، وهو بيتشال كده زي الاستيك كده. هو
وبتحطي كده زي قطنه سخنه على الانف عشان بس اللسان تفتح، وده بيشيل حلو قوي. فدلوقتي بقى هسيبهم ينشفوا، واول ما ينشفوا هوريكم بيتشالوا ازاي. هو ده بعد ما اتشال، ده بقى افتح شويه. هنا كنت حاطه الذهبي وهنا كنت حاطه الاسود. بصوا في فرق، والفرق ده يعني مش هيقعد غير ساعتين 3 بالكتير قوي يعني. اتفتح درجه صغيره. شايفين؟ يا رب يكون الفيديو مفيد وعجبكم ان شاء الله. تجربوا الحاجات دي. على فكره الجولد مش وحش، بس عادي يعني ممكن تشتروه لو لقيتوه يفتحكوا بس شويه، وممكن لا. تمام. هو الاسود بصراحه هو لما لو لقيتوه اشتروه على طول، هو جميل جدا وبجد بيشيل الرؤوس السوداء والبيضاء وكل حاجه. بس لازم تنضفي الانف كويس، ان انتي تحطي زي ما قلت لكم تعملي وشك بغسول، تغسلي وشك بغسول، بعد كده تحطي ميه سخنه او قطنه فيها ميه سخنه على الانف بس لحد ما تلاقيه كده شويه ايه، حاسه ان انفك سخنت، تحطي على طول القناع الاسود ده، وبعد ما ينشف هتشيليه وهتذهلي من النتيجه. القناع ده انا بستخدمه من مرتين في الاسبوع تقريبا او 3 مرات. تمام، بس مرتين كويس جدا. ان شاء الله ده فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو مفيد واستفدتوا منه. شكرا على المتابعه يا بنات، واقول لكم دلوقتي باي باي، مع السلامه يا بنات.